السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي في قناة تحديات الحياة. أخباركم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة السفرة بتاعتنا سفرة رمضان، سفرة أفكارها بسيطة، إن شاء الله تكون تكاليفها يعني على قد الإيد، مش مبالغ فيها. أنا بحاول لأولادي إن أنا بعمل لهم سفرة تكون ما فيهاش بواجي، عشان أنا أولاد ما بياكلوش البواجي، ومتنوعة كل يوم. زي ما انتوا شايفين حضراتكم، نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. النهاردة أنا قلت هعمل لأولادي فراخ مشوية. عملتها بتتبيلة مميزة وجميلة، وشويتها على الشواية، اللي هي الشواية العادية اللي بالكهرباء. لان انا بلاحظ الفراخ طعمها في الفرن غير الفراخ اللي معمولة في الشواية، يعني بيكون في اختلاف في الطعم. طبعا عملت لها تتبيلة مميزة كده، مع بعضين هنقولها خلال الحلقة. تتبيلة مميزة وجهزتها في يعني الصبح كده، على الساعة 10 الصبح جهزتها، بحيث لما اشتغل فيها في الفطار على الساعة 4 كده تكون شربت معايا الفراخ التتبيلة ويعني تركز فيها الطعم بتاع التتبيلة. وزي ما انتوا شايفين قلت برضو من الحاجات الأساسيات اللي لازم أبدأها في يومي، أو التجهيزات اللي أنا بجهزها، بحيث ان مثلا ان انا ابل البلح ده بياخد معايا فترة عبال ما يتبل. لو انا هبله بمية عادية من الحنفية، انا مش بفضل ان انا احط له مية مغلية وكده. زي ما انتوا شايفين بنتي جت تساعدني، ورحت قلت اشوف اعمل حاجة تاني. حطوا لها اشتراك واكتبوا لها تعليق حلو كده، علشان ايه يفرحها، واوريها التعليق واقول لها بصي، علشان هي ايه بتحب تشاركني وكده، بس انا يعني ايه بقول لها لا وكده. هتكسر لي طبعا البلح وكده، قلت لها البلحة اللي هي نظيفة من جوه تمام حطيها في الطبق. البلحة اللي تلاقيها من جوه مش كويسة، يعني خليها على جنب. هي شطورة وحلوة، تبعت الكلام، بس ايه شوية كده وجيت لي مش كفاية كده، كده كتير. انا ايدي وجعتني. بس زي ما انتوا شايفين قلت اجهز لهم طبق البلح او طبق الخشاف. طبعا هو طبق بيكون يعني مشهي وحلو على على سفرة رمضان. وزي ما انتوا شايفين طبعا ايه مكوناته قراصية مشمشية جمردين بلح، على حسب المتواجد عندك. وهنا طبعا انا قلت اعمل لهم العصير كركديه. هتقولوا لي ايه الكركديه دوتي؟ انا الطريقه بتاعتي يعني طريقه مميزه جدا. اولا انا علشان ما عنديش كتل حطيته على النار. حضرتك لو عندك كتل مش هتحطيه على النار، يبقى وفرت عليكي كتير خالص. هتغلي ميه في الكتل وتنزلي فيها على الكركديه، بيديكي اعلى لون، بيديكي نكهه وطعم كويس خالص. وطبعا انت ايه بتحطي السكر بتاعك على حسب ايه اللي ما انت شايفه. طب انا عملت ايه؟ اخدت الكركديه بتاعي ورحت طحناه في الكبه. بعد ما طحنته في الكبه، رحت ايه نازله بيه على الميه المغليه، لاني انا عندي الكاتل والمكنسه الكهربائيه الله يرحمهم بسبب عداد الكهرباء. فايه فانا ما بستخدمش الكتل، فانا بدل يعني انا كده كده هغلي ميه، فايه في الحله غليت ميه ونزلت عليها بمعلقتين كبار من الكركديه المطحون في المطحنه على طول. انا الكركديه العادي اللي هو الورده الكامله، لما انتي بتغليه يعني بتضطر تغليه مره واتنين وتلاته علشان توصلي للون اللي انتي حباه. حتى لو كان النوع كويس بتحاولي ان ايه يوصل معاكي. اما وانتي طحناه يعني في ثواني كده، في ثواني بيديك اللون والنكهه اللي انتي عايزاهم. طبعا طريقة حلوة خالص، ولو عايزينها بالتفصيل ابقولولي انا بشارككم. يعني انا مش بديكم الطريقة قد ما انا بشارككم في يومي. وطبعا هنا عملت اللي هو الخشاف كملته. حطيت له مية وغطيته، وحطيت عليه طبعا القراصية والمشمشية وجمر الدين. وكنت بشاور لكم واقول لكم جمر الدين ده نوع سيء. بس وبعد كده قلت برضو انا خلاص كده اللي هي تجهيزات الصباح
اللي هي خلصتها، اللي هي من تتبيلة الفراخ والخشاف. اما العصير والطحينة ده لما دخلت المطبخ عادي بعد اذان العصر. قلت طبعا اجهز الطحينة بتاعتي واشيلها في التلاجة. الطحينة دي اللي عاملينها مع بعض، هسيب لكم الفيديو بتاعها في شاشة النهاية. طريقتها زي ما انتوا شايفين، شفتوها. انا فتحت معاكم البرطمان، مش فاصلة خالص. الطحينة ممتازة والقوام بتاعها ممتاز فوق الممتاز، مش فاصلة نهائيا، طريقة يعني فعلا ممتازة. نزلت طبعا بالطحينة بتاعتي والبهارات اللي انا هحطها، فلفل اسود وكمون وبابريكا وملح فقط للطحينة بتاعتي. وهنزل بيه عصر نص ليمونة، ومعايا مية طبعا على حسب الكمية اللي انتي حطاها. انا حطيت هنا مية عادية من الحنفية. هي طبعا يفضل ان هي تتعمل لها مية دافية وكده، بس انا عملت ايه بمية من الحنفية. وحطيت برضو نقطتين خل. يعني شايفين انتوا المعلقتين اللي انا غرفتهم مع حضراتكم من برطمان الطحينة، هيعملوا معايا كمية كبيرة خالص من الطحينة. كان طعمها يعني فظيع. يعني الطحينة دي يعني احلى بكتير 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 من الجاهزة في الطعم وفي القوام ويعني توفير التوفير زي ما بيقولوا. وهنا طبعا الست الشاطرة الذكية، انا كنت عاملة زبادي لاولادي، برضو اسيب لكم الطريقة في شاشة النهاية. طبعا عملت شوية قليلين في الكوباية نفسها اللي كان فيها الزبادي اللي انا عملت بيه الزبادي بتاعي. حطيتها كده على جنب في المطبخ جنبية وانا بشوي الفراخ وكده. وقلت ان ايه تتزبد معايا، تاخد لها ساعة كده تمسك روحها، اضيف على الطحينة هتديها طعم حلو. يعني صراحة اول ما انا جيت اعمل الطحينة كانت اتزبدت معايا، لانها يعني نص العلبة او 3/4. وعملت منها الطحينة بدل ايه ما اروح اشتره تاني وانا عاملة زبادي وكده. لازم أن تحاولي انك انتي تفكري ازاي توفري حتى بالقليل. يعني ده مع ده هيساعد علشان تمشي الشهر بتاعك، تمشي سواء كان زوجك بيقبض بالشهر او بيقبض باليوم. المهم يعني تحاولي او بالاسبوع تحاولي تمشي ميزانيتك. وحاولي انك تطلعي حاجة لله. ما نقص مال من صدقة، فعلا ما نقص مال من صدقة. كل ما تطلعي صدقة ربنا بإذن الله هيبارك لك في اللي معاكي، وانتي نفسك هتستعجبي وهتستغربي ان راتبك دواتي اللي ما كانش بيكفي وكنت بتستلف فوقيه وبتسددي من الشهر اللي بعديه هيكفي معاكي. هيكفي ازاي؟ ما تعرفيش البركة اللي بتنزل عليه من الصدقة اللي طلعت لله. طبعا انا ما بقولكيش تصدقي بمبلغ كبير، هو مبلغ على قد إمكانياتك، حتى لو أبسط ما يكون. المهم إنك تحاولي إنك تخلي من الراتب اللي موجود معاكي في البيت حاجة لوجه الله. بإذن الله ربنا يعني هيبارك لك في رزقك. واللي انتي مش عارفة داخل، يعني أنا داخل علي رمضان، مش عارفة أنا همشي الشهر ده إزاي وأنا ما عنديش اي حاجة من اللحوم، اي حاجة موجودة في البيت. والحمد لله الواحد عدى اسبوع من الشهر الكريم وربنا يسرها معاه. والاولاد كل يوم بعمل لهم صنف جديد، لان انا اولادي ما بيحبوش البواجي، وفي نفس الوقت فيه توفير وحاجة كده بتراضيهم، وبيحسوا ان فيه كل يوم على السفرة في حاجة جديدة. طبعا هنا عملت الشربات، كنت بوريكم لحضراتكم انا هعمل كنافة. فالكنافة بتاعتي كيلو الا ربع. فعملت ايه؟ عملت 2 كوباية من المج ده ونص من السكر، وجبالها كوبايتين مية وعصرة ليمونة. طبعا اهم حاجة ان الشربات بتاعك وهو على البوتاجاز اوعي تجلبيه. اوعي تجلبيه، لو جلبتيه هيسكر منك وهو على البوتاجاز. عايزه جلبيه قبل. انا ما بجلبوش خالص، انا بحط السكر، بحط الميه، بحط الليمونه قبل ما يروح على البوتاجاز، بوطي شويه لحد ما يسيح معايا السكر مع الميه، وبعد كده بعلي عليه. بيطلع معايا شربات لو قعد معايا في التلاجة شهر
ما يسكرش، ما يسكرش نهائيا على الحلويات. فانا وريتك طريقته طبعا على البوتاجاز. في بنوتات بتسألني وازاي يعني اعرفه ان هو على البوتاجاز كده ان هو تمام للكنافة او تمام كده للقطايف. ان شاء الله بإذن الله الفيديو القادم هنبين معانا على البوتاجاز ازاي الشربات هيكون يعني كده تمام، واطفى عليه وابقى عارفة ان هو خلاص استوى معايا وهو ده المظبوط لنوع الحلو اللي انا بعمله. طبعا زي ما انتم شايفين الكنافة بتاعتي كانت في الفريزر، طلعتها من الفريزر بكسرها. طبعا هي بتتكسر معايا حتت صغيرة لانها كانت في الفريزر. زي ما انتم شايفين طبعا اكسر الكمية كلها وبنزل عليها بالسمن. طبعا انا بحط للكيلو الا ربع كنافة بحط له المج اللي انتوا شفتوه ده بحطه له سمن، ولا ازيد من هيك ولا اقل من هيك. يعني هو كده الكمية وبتطلع مظبوطة ومش بتكون تقيلة. طبعا انا مش بقلب الكنافة مع السمن، الطريقة دي بتهدر معاكي كتير خالص في السمن. هو زي ما انتوا بتشوف حضراتكم انا فروكت وكسرت الكنافة، وبعد كده ضغطت عليها بحيث ان هي تكون قطعة واحدة، وبعد كده بنزل بالحشو بتاعي او لو انت حباها سادة او الحشو اللي انت تفضليه. وبعد كده بنزل معايا بجزء من يعني كد معلقتين من كوباية السمن اللي انا مخصصاها للكنافة. وبعد كده بنزل بالجزء التاني برضو اكسرها عليها واضغط وانزل بالسمن وادخل بيها على الفرن على نار متوسطة. انا يا بنات بحب اطيب الكنافة الشعر في الفرن. الكنافة البلدي هنزلها معاكم الفيديو القادم، انا بطيبها على البوتاجاز من فوق. يعني انا بحس ان بتطلع افضل بكتير الكنافة الشعر وهي داخل الفرن بتكون معاكي ممتازة. الكنافة البلدي لو دخلت معاكي الفرن بتنشف وما بتكونش كويسة وما بتكونش طرية، وبتكون ناس كتيرة يعني بتحب الكنافة البلدي بس مش بتعرف تعملها. ان شاء الله بإذن الله الفيديو القادم هنعملها مع بعضينا، وهقول لكم ازاي بسويها على البوتاجاز من فوق. اما الشعر اتفقنا ان احنا بدخلها الفرن. طبعا انا هدخلها الفرن وهسويها. مش عارفة المقطع اللي انا سويت فيه الكنافة راح فين، بس يعني ان احنا اتفقنا مع بعض ان احنا سوينا الكنافة. ان وصلت معايا لحد هنا اثبتي لي انك انت كملت معايا الفيديو للاخر واستفدت من الفيديو، وانزلي اكتبي لي تعليق تحت عشان يكون في تواصل بيننا كده وتفاعل، واحس انكم انتوا يعني ايه بتحبوني وبتحبوا فيديوهاتي، مش مجرد ان حضراتكم بتسمعوا الفيديو وخلاص تطلعوا منه كده وخلاص. لا، انا عايزة منكم تعليقات يعني تفرحني كده، احس ان في ناس كده متفاعلة معايا. وما تنسوش تشيروا تنسوش حبايبي تشير الفيديوهات. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا. انا طريقة تتبيلة الفراخ هكتبها لكم في اول الفيديو. استنى نعرض لحضراتكم التتبيلة. والسلام عليكم.